إزاي قدرت دولة على حدود أوروبا وآسيا إنها تخطف قلوب العرب؟ مش ممكن تمشي في شوارعها وتحس إنك غريب. هتسمع كل اللغات وهتشم ريحة أكل بلدك. عمرك ما هتحس إنك سايح ولا هتتعامل معاملة السايح. جورجيا أكتر بلد عملت فيها صداقات. دي الأسباب اللي ممكن تخلي أي عربي يختار إنه يروح جورجيا. 98 دولة ممكن لمواطنيها إنهم يدخلوا جورجيا من غير تأشيرة، من بينها دول عربية زي السعودية، الأردن، لبنان، الإمارات، الكويت. بالإضافة لأنك لو مصري ومقيم في الإمارات تقدر تدخلها كمان من غير فيزا. وبمجرد ما بتوصل تبدأ تكتشف السحر الحقيقي لجورجيا. جسر السلام The Peace Bridge اللي ورايا ده من أجمل الجسور اللي في تبليسي جورجيا. بس إذا عايزين فعلا تشوفوا البريدج ده experience أحلى بكتير لازم تيجوا بالليل. اتصنفت مدينة تبليسي العاصمة إنها أجمل مدينة بالليل، واتسمت بمدينة الأضواء التانية بعد باريس. ويمكن دي كانت معضلة كبيرة للي بيسافر أوروبا بالليل، إنه مش هيلاقي مكان يروحوا بعد الساعة 6. بالنسبة للناس اللي بيجي لها ملل بالليل تعمل ايه؟ المبنى اللي ورايا ده أوبرا جورجيا، بتبدأ العروض فيه ما بين 7 ل 8، وممكن تيجوا عادي للبوكس اوفيس وتشتروا تيكت للوات ايفر الشو اللي موجود. أنا كنت محظوظة إني ألاقي المكان اللي أنا قاعدة فيه ده في موقع استراتيجي. دلوقتي حالا هيبدأ العرض. النهاردة هوريكم سر من أسرار تبليسي، أصغر ساعة في العالم. تعالوا أوريكم. دي أصغر ساعة في العالم ومظبوطة. أما الأكل فكل حاجة هنا حلوة، لأن المطبخ الجورجي من أغنى المطابخ المشهورة بتوابلها العربية. للجورجيين الضيف هو هدية من الرب. وأنا هعطس دلوقتي. لا، ما هو احنا لازم نحكي لكم اللي حصل. قعدت ادور على ميوزيوم اوف بروكن ريليشن، ما لقيتوش، لسه ما فتحش. ففي الاخر رحت ميوزيوم اوف هالوجن، وبعد كده في 2 مني. اعتقد ده سيستم مش على